اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من المطبخ. حلقه النهارده مختلفه، يعني حسب الذوق العام بقى. في ناس بتحب الحاجات اللي هنعملها وفي ناس ملاش في الحاجات اللي هنعملها، فكل واحد بقى بياخد الحاجه اللي يحبها. الاكل طبعا مزاج، يعني زي ما بيقولوا البس اللي يعجب الناس وكل كل اللي يعجبك. فالنهارده رنجه وفسيخ، بس قبل الرنجه والفسيخ هنبتدي ببريوش شم النسيم. هنعمل البريوش اللي بنلاقيه في المحلات الكبير، اللي بتبقى فيه بيض ملون. بريوش بطريقه سهله حلو جدا وبينفش ما شاء الله حلو قوي معاكم، وطريقته سهله ان شاء الله هتعجبكم. المقادير بتاعتي: نص كيلو دقيق، 200 مللي ميه دافيه، ميه دافيه قوي يعني، 25 جرام خميره يعني حوالي معلقتين ونص كبار، 100 جرام سكر، 50 جرام زبده تكون طريه، 3 بيضات، بشر ليمونه وبشر برتقانه، 5 معالق دقيق علشان اخمر بيها الخميره، ومعلقتين زبيب وده اختياري. الوش هستعمل 4 بيضات ملونه وبيضايه لدهن الوش. تاني: نص كيلو دقيق، 200 مللي ميه دافيه، 25 جرام خميره، 100 جرام سكر، 50 جرام زبده، 3 بيضات، بشر ليمونه، بشر برتقانه، 5 معالق كبيره دقيق عشان الخميره، ومعلقتين زبيب اختياري. الوش هستعمل 4 بيضات ملونه لو انا هحط فيه بيض، لو انا هعمله في القالب بتاع الكريم كراميل مش هحتاج بيض معاه. وهستعمل بيضايه لدهن الوش. اول حاجه هعمل الخميره بتاعتي، ودي اهم حاجه في البريوش، اهم حاجه عشان يطلع معايا صح. هحط ال 200 مللي ميه دافيه، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط فيهم الخميره والخمس معالق دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الدقيق وادي الخميره، بقلبهم كويس وبعدين بغطيها واحطها في مكان دافي لمده ساعه. اوكي، يبقى من تاني: هحط الميه الدافيه، هحط 25 جرام خميره، 5 معالق كبيره دقيق، واقلبهم كويس بحيث يدوبوا، واحطهم متغطيين بفوطه في مكان دافي لمده ساعه، من ساعه لساعه وربع كمان. في الاخر هيبقى شكلهم معايا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهي، هي دي بعد ساعه من التخمير هيبقى ده شكل الخميره بتاعتي. خلاص، يبقى اول حاجه خلطتهم مع بعض. انا بعيد تاني معلش لان دي نقطه مهمه جدا في البريوش. خلطتهم مع بعض، هغطيهم بفوطه واحطهم في حته دافيه ساعه لساعه وربع. بعد كده هنستعمل بقى اللي هي اتخمرت معانا. هاجي اخلط عليها بسم الله الرحمن الرحيم السكر وبشر الليمون وبشر البرتقانه والبيض هضربه، بشر الليمون والبرتقان كافي انه يشيل لي اي زفاره، مش هحتاج فانيليا لان بشر برتقانه وبشر ليمونه كميه مش قليله، يعني هتحسوا بطعمهم واضح جدا في البريوش. انا لسه ما حطيتش الدقيق ولا الزبده، خدوا بالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقلبها كده في الخميره بتاعتي. بعد كده اهو في العجانه او على الايد. لو على ايدك هتحتاجي ان انت تقعدي تعجني فيها ربع ساعه على الاقل، يعني تعجنيها ربع ساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بنزل الخميره بالبيض بالبشر، كل الحاجات اللي انا حطيتها هحط عليها الزبده، 50 جرام زبده وشويه من الدقيق، وابتدي اعجن، يعني نقول تلت الدقيق، واعجن العجينه بتاعتي. بتتعجن لغايه لما الدقيق يختفي منها، يعني الدقيق كله يخش في العجينه اللي عندي، ابتدي احط بقيه الدقيق. كده اهو.
هقلبه علشان لو حاجه على جناب العجينه تنزل. وبعد كده بسم الله الرحمن الرحيم هحط بقيه الدقيق. وبعدين هو بياخد نص كيلو دقيق. احتاج حاجه تانية بسيطه. اوكي، بجيب بقى قوالب علشان اعمل فيها البريوش. سواء القوالب دي عايزه لو اعمله في الضفيره العاديه طبعا هيبقى في صينيه عادي، لكن القوالب اللي احنا دهنينها ميرسي يا احمد، اللي هي القوالب بتاعت الكريم كراميل دي، عشان ندي شكل للبريوش الكلاسيك. ودي الصينيه لو هنعمل الضفيره، وقوالب الكب كيك عشان نعمل الثلاثه اللي فوق بعض. بعد ما اعجنه بشكله الاول، وبعد كده اسيبه يخمر 3 ساعات عشان يتضاعف الحجم تاني. بس الاول بشكله. اهو بيبقى ستيكي شويه، يعني في تلزيقه بسيطه فيه. هحط معلقه اهو كده اهو خلاص. بصوا بقى عامل زي الكوره. احنا ضربناه حوالي 5 دقايق، طبعا انت لو ضربتيه 10 هيبقى افضل، بس عشان الوقت معايا الحق اشكله قبل الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ادي العجينه بتاعتي. احنا ممكن نضرب البيضه دي يا احمد عشان نعمل بيها الوش. هاجي اول واحده، اسهل طريقه اللي هي الطريقه الكلاسيك خالص بتاعه البريوش، اللي هو طبعا هي لما بتقعد 3 ساعات تخمر ما شاء الله بتنفش كتير عن كده. واجي اعمل واحده صغننه واحطها كده اهو. اوكي، ما تبقاش في النص، تبقى على جنب سنه، يعني الكوره الفوقانيه دي على جنب مش في النص. بصوا اهي كده هتبان لكم اكتر، على جنب مش في النص. دي اول واحده. ممكن اعمل بقى الشكل اللي هو القوالب اللي هي الكور. ادي كوره والتانيه والتالته كده. هعمل واحده تانيه قبل ما اعمل الضفيره. وكده اهو وكده. وممكن بقى نعمل ضفيره برضو عشان اوريكم الضفيره احط فيها البيضه ازاي. طبعا الضفيره احنا كنا عايزين المات الاكبر من دي، مش مشكله. بعملها زي الحبل. هي صغننه المات. هات لي الكبيره لو سمحت عشان اقدر احرك ايديا براحتي. مش مشكله بقى، هتطلع رخامه مش مشكله عشان نخلص بس. سيح وده ينهالي كمان. ايه الهنا ده بيدلعني يا احمد. كده اهو. بصوا طبعا دي ما خمرتش لسه، علشان كده اهو بتتعبك شويه في الفرد، لانها المفروض بعد ما تتشكل تتساب تخمر
كده اهو، واروح جايبه كده كده اهو، واجيب بيضه ملونه واحطها كده. ادي برضو شكل من الاشكال اللي هنعمله. هنحط بقى واحده كبيره وخلاص علشان ايه نلحق ندهنها. نجيب الكوره التانيه كده، وبعدين هاجي بقى بدهنها بالبيض كميه كويسه. طبعا انت لو عايزه كميه بتضاعفي الكميه بتاعه البريوش، بس انا عايزه اقولك حاجه. اللي لما يطلعوا دلوقتي انا هوريكي حجم بريوشه كبيره. البريوشه الكبيره دي من مقدار واحد، يعني المقدار واحد عمل لي واحده منهم. وهعمل دول اهو. هدخلهم فرن 170، من 160 ل 170 حسب فرنك. يعني لو فرنك حامي خليها 160، لو مش حامي خليها 170 لغايه لما تنفش وتبقى ذهبي ولونها مورد ومزهزه حلو كده قوي. ده بريوش شام النسيم، ان شاء الله يعجبكم وتعرفوا تعملوه حلو قوي، احلى من الجاهز كمان. هنروح دلوقتي الفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل، استنونا. رجعنا من جديد. ده شكل البريوش اللي عملناه، وزي ما قلت لكم المقدار اللي انا اديته لكم هيعمل لي بريوشه من الاثنين دول. يعني البريوشه الكبيره بتتعمل بمقدار واحد من اللي احنا اديناه لكم النهارده. ممكن طبعا تزودي تعملي اشكال كتيره زي ما انت عايزه. دي ضفيره احنا لفينها وحاطين فيها البيض المسلوق، بس عاملينها كبيره مش عاملينها صغننه. هنعمل دلوقتي الرنجه. هنعمل كذا صنف من الرنجه. هنعمل سلطه رنجه بيز اساسيه، وهعمل منها كذا حاجه. المقادير بتاعتي بتاعت الرنجه، سلطه الرنجه: كيلو رنجه مخليه، تلت كوبايه زيت، تلت كوبايه عصير ليمون، رشه شطه قد ما انت عايزه بقى الشطه، نص معلقه فلفل اسود، وهستعمل ربطه بصل اخضر، واربع حبات فلفل الوان مكعبات. تاني: كيلو رنجه مخليه، دي تلت كوبايه زيت، تلت كوبايه عصير ليمون، رشه شطه، نص معلقه فلفل اسود، ربطه بصل اخضر، اربع حبات فلفل الوان مكعبات. اوكي، هنبتدي نعمل ايه؟ انا هعمل دبل الكميه دي علشان هاخد منها اعمل بيوريه. يبقى انا هعمل 2 كيلو رنجه وتلتين كوبايه زيت، تلتين كوبايه ليمون، رشه شطه هزودها، هعمل معلقه فلفل اسود وربطتين بصل اخضر. البصل الاخضر انا عايزه اوريكم البصل اللي احنا هنستعمله. بصوا البصله هاتيها اللي هي الرفيعه المسحوبه دي علشان يبقى طعمها بصل اخضر، ما يبقاش طعمها بصل عادي. بصوا ادي البصل رفيع والبصله مسحوبه كلها حجم واحد، ما تبقاش مكببه من قدام، لان المكببه دي هتبقى بتحرق وطعمها زي البصل العادي، مش طعمها مسكر زي البصل الاخضر. دي اللي حلوه في البصل الاخضر، رفيعه وصغننه وكلها سحبه واحده، دي اللي انت تاكليها هيبقى طعمها حلو قوي جنب الاكل. لكن التانية التخينه المقلبظه دي كانها بصل عادي، خلاص البصله شاخت كبرت بقت بصله عاديه مش بصله خضراء. هعمل ايه؟ هحط الرنجه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مقطعاها بالبطارخ. عايزه اقول لكم حاجه كمان على خلي الرنجه، بس هو للاسف انا ما عنديش وقت النهارده ان انا كنت اعملها قدامكم على الهوا. الرنجه لما باجي اقشرها لو انا بحبها حادقه وناشفه هعملها على النار، همشيها على النار علشان الجلد بتاعها يتقطع. بس خدوا بالكم ان النار دي بتخلي الرنجه تنشف وتملح كده، فعشان تبقوا عايزينها طريه وملحها قليل هتعملوا ايه؟ هقول لك هتعملي ايه حالا. انا هحط الليمون مع الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. تلتين كوبايه زيت وتلتين كوبايه ليمون علشان انا عامله ضعف الكميه، مع الفلفل الاسود
معلقه فلفل اسود. الله يمسيكي بالخير يا جيهان غيث، الحلقه دي مهداه اصلا لجيهان غيث كلها. وادي الشطه. جيهان غيث دي صاحبتي في الجامعه وحبيبتي وهجيبها لكم مره على فكره بقى. هي اللي غاويه الحاجات دي جدا، وهي اللي من الاساس في تعليمي الرنجه والفسيخ. هجيبها لكم حلقه معايا ان شاء الله كده فظيعه. ادي الزيت والليمون والشطه والفلفل الاسود. بسم الله الرحمن الرحيم. هخلطهم مع الرنجه. هيتخلطوا كويس قوي مع الرنجه. الرنجه متقطعه بالمقص بعد ما اتخلط. وادي فلفل ملون، ليه فلفل ملون؟ بصوا كل الالوان دي مضادات اكسده، فبتحميني وبتحمي جسمي من اي جراثيم، قوي المناعه، بتعزز مناعه الجسم ضد اي حاجه مش كويسه. علشان كده دايما بنصح ان الرنجه والفسيخ يتاكلوا مع كميه كبيره من الخضار والبصل. ولو ان ساره زعلانه ان احنا حاطين بصل فيها، بس ده لازم اساسي. البصل الاخضر حاولي قدر الامكان تاخدي الحته الفاتحه. لا يا مجدي ما ينفعش. ادي كده مدام كاميليا. ايوه ايوه ايوه، لو سمحتي كنت عايزه طريقه البريو. من عينيا، هعيدها لك تاني يا حبيبه قلبي. ادينا قلبناهم كلهم مع بعض. خلاص دي سلطه الرنجه. انا عايزه اعمل بقى رنجه البيوريه. هاخد نص الكميه دي، هقول لكم انا الرنجه البيوريه لوحدها. كيلو رنجه مخليه، تلت كوبايه زيت، تلت كوبايه عصير ليمون، رشه شطه، نص معلقه فلفل اسود، ربطه بصل اخضر، 4 حبات فلفل الوان مكعبات زي اللي قبلها بالظبط. هزود عليها بقى معلقتين زبده طريه ومعلقه ونص طحينه، معلقه ونص طحينه من البرطمان مش سلطه الطحينه. يبقى زياده عن الرنجه الاساسيه سلطه الرنجه بزود معلقتين زبده طريه ومعلقه ونص طحينه، واجي في الكبه او الميكسر واضربها. ممكن تضربيها خشن تبقى محبحبه كده، وممكن تضربيها تبقى ناعمه خالص، حسب انت بتحبيها ايه، البيوريه اللي انت بتحبيه. طبعا دي كلها حاجات ترجع للذوق الشخصي. وبعدين وانت بتغرفيها كمان عايزه اقول لك لازم تحطي معاها خس تحتيها، ورق نعناع، بقدونس، كل دي مضادات اكسده لازم تتحط معاها. واللي اكتر بقى الفسيخ، هنتكلم عن الفسيخ الفاصل الجاي ان شاء الله، علشان الفسيخ ده اللي لو ما خدناش بالنا بيعمل مشاكل. يا غاده. الو، مرحبا يا آية. اهلا يا غاده، ازيك؟ كيفك؟ الحمد لله. غاده رباح. يا حبيبتي، انا قاعده هلا عند ماما عاملين جروب نتفرج عليكي وحسيتنا بصراحه بالعيد وبالحاجات الحلوه اللي انت عاملاها. ميرسي يا غاده، تسلمي لي يا قمر، ميرسي يا حبيبه قلبي. الله يخليكي، يعني قد ايه ماما عجبتها الحاجات اللي بتعمليها. قالت لي لا لازم نجربها بقى ان شاء الله في شم النسيم. اكيد سلمي لي على طنط جدا وابعت لها قبولاتي. ميرسي يا غاده، تسلمي لي يا حبيبتي. العفو يا حبيبتي. ميرسي يا قمر. كده اهو حطينا الطحينه والزبده. الزبده لازم تبقى طريه، يا اما تعمليها سايحه خالص بس ما تسخنيهاش كده اهو. وبعدين هاجي اضربها بيوريه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا، يا هتضربيها ناعمه خالص تبقى سموث، يا اما تبقى خشنه. الوسط حلو على فكره، يعني ما تنعميهاش قوي تبقى عامله زي الميه كمان. طبعا لما بتتضرب الخضار دي مع الليمون والزيت بيبقى طعمها فظيع. كده اهو اهي. وبعدين هنغرف بقى دي وهنغرف دي على ما نعمل التالتة اللي هي بالبطاطس والمايونيز. خلينا نلحق نعمل التالتة على ما احمد يغرف لنا الكلام ده. سلطة الرنجة اللي بالبطاطس والمايونيز. ممكن برضو اخد نص الكمية اللي انا عايزاها، بس هزود معاها ايه بقى؟ هزود معاها بطاطس مسلوقه. البطاطس دي هسلقها مع قشر الرنجه، القشر اللي انا شلته كده اهو هزوده، هحطه في ميه اغليه واسلق معاه البطاطس بتاعتي. ليه؟ علشان البطاطس تاخد طعم التدخينه اللي في قشر الرنجه، فيبقى طعمها حلو.
فانا سلقت البطاطس في ميه مع قشر الرنجه. بصوا ادي قشر الرنجه كله حطيته في الميه والبطاطس. طبعا انا حطيتها في مصفى عشان اشيلها بعد كده بسرعه، لكن هي بتتسلق معاها وبتطلعيها بعد كده منها. المقادير بتاعتي: كيلو رنجه مخليه. احنا ما قلناش على فكره نخلي الرنجه ازاي، هقولها لكم ان شاء الله مش هنسى. تلت كوبايه زيت، تلت كوبايه عصير ليمون، رشه شطه، نص معلقه فلفل اسود، ربطه بصل اخضر، واربع حبات فلفل الوان. ده زي الاثنين اللي قبلها الاساسي. هزود عليها بقى ايه؟ حبتين بطاطس مكعبات مسلوقين مع قشر الرنجه، دي حاجه تانية. معلقتين شبت، 3 معالق مايونيز. مش عايزه اقول لكم بتبقى جباره يعني. يبقى حبتين بطاطس مكعبات مسلوقين هسلقهم في ميه مع قشر الرنجه عشان البطاطس تبقى طعمها مدخن، تاخد التدخينه بتاعت قشر الرنجه. وهحط معاهم معلقتين كبار شبت و3 معالق مايونيز. هاجي طبعا ادي الرنجه هنا بقى بقطعها مكعبات كبيره، وبقطع الفلفل كله مكعبات كبيره عشان يديني شكل حلو. بصوا دي مكعبات كبيره غير اللي قبلها علشان تعمل ديكوريشن حلو على الفلفل الالوان ومع البطاطس. يا ام اسلام. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام ايه؟ اهلا يا حبيبه قلبي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا قمر. والله انا حابه النهارده ان انا اقول لك كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. ميرسي. والدكتور طيب والكاست كله طيب. الله يخليكي. واولادك طيبين. ميرسي يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي وتسلم ايدك يا حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبه قلبي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا رب. شكرا قوي. العفو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ادي عايزين بقى ادي الليمون. ايوه ميرسي يا احمد. ادي الرنجه السلطه، الليمون والشطه، وهنحط وادي البيوريه. ادي الرنجه البيوريه. هنحط الليمون وعايزين زيت، تلت كوبايه الزيت والفلفل الاسود، بقلبهم كويس. ممكن تحطيهم في برطمان وتخضيهم على بعض كده اهو. وادي على الرنجه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص عملنا كده. هاجي بقى احط معاها، بصوا المكعبات كبيره كلها مع بعضها عشان يبقى شكلها حلو. واجي البطاطس اهي يا اسماء، البطاطس اللي احنا سلقينها مع الرنجه. ايوه يا اسماء. الو الو اسماء صغننه. لو سمحت. اي حبيبي. لو سمحت انا عايزه اعرف البيض ازاي بيتلو. عينيا الاتنين، من عينيا يا حبيبتي. كده اهو. بعد كده ادي البطاطس، هحط الشبت وادي المايونيز. وادي سلطه الرنجه بالبطاطس. طبعا طعم البطاطس المدخن مع الرنجه مدخنه كله قوي. على فكره الرنجه البروتين فيها عالي مع الخضار دي كلها، وتاكل معاها عيش، بقت وجبه متكامله مش محتاجه حاجه جنبها. اهي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نبص على البريوش اللي في الفرن. ادي الرنجه بالبطاطس. الرنجه شايفين بقى حلوه ازاي؟ يا سلام. كده احنا عملنا 3 حاجات دلوقتي في الرنجه. فاضل لنا حاجه واحده بعد الفاصل مع الفسيخ. وخلص يا احمد؟ هو تقريبا خلص، هنوريه لكم بعد الفاصل. عملنا 3 سلطات. عملنا رنجه، سلطه رنجه العاديه، عملنا الرنجه البيوريه، عملنا رنجه بالبطاطس والمايونيز. هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل، استنونا.
رجعنا لكم من جديد. دي البريوشات طلعت من الفرن، البريوشات الصغننه بتاعتنا اللي احنا عملناها النهارده طلعت من الفرن مع البيض الملون والكتاكيت. شوفوا شكلها حلو ازاي وسهله وما خدتش مننا وقت خالص. هنعيد طريقه البريوش اخر الحلقه طبعا ان شاء الله، عشان اللي ما خدش باله منها من الاول او ما لحقش يكتبها. هنعمل دلوقتي الفسيخ وهنعمل رنجه مطبوخه. ابتدي بالفسيخ. انا عايزه اقول حاجه، طبعا الناس كتير بتقول الفسيخ خطر ومش خطر، احنا بناكله من ايام الفراعنه. المشكله في حاجه بس في الفسيخ، ان في تجار دلوقتي والمصانع تحت السلم بتكروت في عمايله، بتعمله قبل ما شم النسيم ب10 ايام مثلا، فما بيتخللش صح وما بياخدش وقته في التخليل. علشان كده بيبقى فيه بكتيريا وجرثومات، ممكن الجراثيم سوري الجراثيم ممكن تعمل لنا مشاكل. الفسيخ لازم يتخلل في براميل خشب مش معدن، لان المعدن بيسبب تكاثر الجراثيم. فناخد بالنا بس ان احنا نشتريه من مكان موثوق فيه، علشان اضمن ان هو ما يعمليش مشكله. لان الفسيخ لو مسمم او فيه بكتيريا ضاره هيعمل لي مشاكل انا في غنى عنها، مشاكل قويه جدا. يعني مش عايزه اخوفكم طبعا، بس نشتري من مكان موثوق فيه واخد بالي من لونه. اولا لازم لونه يكون كويس، لازم الفسيخه ما تبقاش مهريه. لو مهريه يعني ملحها كتير، يعني هم كروتوها في التخليل، حطوا ملح كتير وكروتوا بسرعه علشان يلحقوا يخلصوها بسرعه، فده معناه ان هي مش كويسه. عشان كده مهريه، لازم يكون لحمها متماسك لونه فاتح. ولما اشتريها قبل ما اخليها لازم اخد بالي ان عينها بيضه، عينها ناصعه البياض، لازم تبقى العين بتاعت البوري بيضه تماما في الفسيخه السليمه. بصوا ادي الفسيخ انا خلياه ونعمني امبارح في خل، كوبايه خل ومعلقتين 3 زيت، مفيش اي ريحه خالص. متهيألي انتوا مش شامين، محدش في الاستوديو شامم اي ريحه. الطريقه دي بتشيل الريحه منه تماما، ما تخلينيش شامه ريحه فسيخ. شايفينه؟ اولا بتعقمه، الخل بيعقمه بقيه الميكروبات. ثانيا بيشيل لي اي ريحه موجوده في الفسيخ. بخليه من قبلها بيوم وبنقعه في خل، شويه زيت صغيرين بس على الاقل كوبايه خل، وبكب الخل والزيت دول ما بستعملهمش. ليه؟ لو فيهم بكتيريا هتنزل، الريحه هتنزل، مفيش اي حاجه فيه. واستعمل الفسيخ بعد كده اهو. خلاص يبقى انا الكيلو الفسيخ ده خلياه ونقعاه في كوبايه خل، تقريبا كوبايه صغننه خل وشويه زيت عشان يبقى ابيض تماما. واجي اصفيه، مش هستعمل خالص الخل والزيت اللي انا نقعاه فيه. جيجي الو، ازيك يا ايويا؟ يا جيجي ازيك يا حبيبه قلبي؟ كل سنه وانت طيبه. ده انت اشطر مليون واحده ست في الدنيا. الله يخليكي. لا ليكي الفضل في الحكايه دي بصراحه. يعني ربنا يخليكي، انت ايدك تسلم ايديك، انت كل حاجه بتعمليها اصلا حلوه. جيجي لازم تيجي معانا مره، لازم الناس تشوف جان غيث بقى. ان شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله يا قمر. وربنا يجعل ايامك كلها عيد زي ما انت بتبسطينا كلنا كده يا قمر. تسلمي لي يا جيجي، ويا رب يجعل بيتك دايما عامر. الله يخليكي بوجودكم معايا يا رب. كلكم لازم تاكلوا اكل ايه كله. ما تخافيش. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. يا جيجي وانت طيبه. لا اله الا الله، محمد رسول الله. خلاص كده هنقول بقى المقادير بتاعتنا بتاعت الفسيخ. احنا كده اتكلمنا عن الفسيخ الاول. هستعمل كيلو فسيخ مخلي، هنقعه في كوبايه خل معلقتين زيت. خلاص ده بيتنقع فيه 24 ساعه ويتصفى ويتكب الخل والزيت ده، ويفضل عندي كيلو الفسيخ ده اهو. شوفوا لونه زي الفل، وشريره من اشهر واحد بيبيع فسيخ في مصر. عايزين تخلوه، بصوا بس انا ما افضلش تخليل الفسيخ في البيت. ليه؟ لان زي ما قلنا احنا لازم نستعمل خشب عشان تخليله. تاني حاجه لو انت عندك الخبره الكافيه انك تخلليه سنه ورا سنه اوكي، لكن لو انت مبتدئه مش هتعرفي هل هو جاله بكتيريا ما جالوش بكتيريا، فانا افضل انك انت تشتريه متخلل جاهز. هستعمل نص كوبايه زيت ونص كوبايه عصير ليمون وربع كوبايه خل، يبقى نص زيت ونص عصير ليمون وربع خل. هستعمل بحسب بصل اخضر، 3 حبات فلفل الوان، جزره مبشوره، الرنجه ما بيتحطلهاش جزر. هحط قرن فلفل حراق، وهحط نص معلقه كمون، والرنجه ما بيتحطلهاش كمون. خدوا بالكم الكمون بيزفر الرنجه، بيخليها زفره. الفسيخ بيتحط له كمون. اوكي نقول المقادير تاني. نقول المقادير تاني. كيلو فسيخ مخلي، نص كوبايه عصير ليمون، نص كوبايه زيت، ربع كوبايه خل، حزمه بصل اخضر، 3 حبات فلفل الوان مكعبات، جزره مبشوره، قرن فلفل حراق،
خس للزينه، ونص معلقه كمون. طبعا انت تحطي فلفل اسود، عايزه تحطي اي بهارات انت بتحبيها دي ترجع لك، ما فيهاش مشكله. انا عايزه بس بوله اخلط فيها. ايوه، ادي الليمون وادي الخل، دول غير اللي احنا نقعناهم فيها. اديني بقولها للمره علشان بس ايه محدش يستسهل ويروح مكمل في الخل اللي الفسيخ منقوع فيه. احط فلفل اسود، يا جميله. هو لسه بدري؟ الو. الو. ايوه جميله. ايوه حبيبي. خساره يا جميله، كلميني تاني. انا بحب الصغننين اللي بيتكلموا في المطبخ دول قوي. بصوا، وزي ما شفتوا الفسيخه ازاي متماسكه مش مهريه. الفسيخه يعني الفصوص ماسكه نفسها ولونها فاتح، ما تاخدوش ابدا المهري. قلنا خلاص. هحط عليه بقى الفلفل الملون. كل الالوان دي مضادات اكسده انا محتاجاها. مضادات الاكسده بتعمل ايه؟ مضادات الاكسده بتزود مناعه الجسم، بتخليه يقاوم اي جراثيم احتياطي. ما حدش ضامن حاجه، فلازم نحط الوان كتير. وادي الكمون، وزي ما قلنا الكمون ما يتحطش مع الرنجه عشان ما تسفرش معاكي. كمون يتحط مع الفسيخ. وادي الفلفل. بصوا بقى، اهو كده اهو. وبغرفه بقى برده، بحط بقى معاه بقدونس تحتيه، بحط خس، بحط ورق اخضر كتير علشان يا احمد عايزين الوجد. الله يخليك على النار كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما قلنا البصل الاخضر اختاري الصغنن علشان بصوا. مدام فهيمه. ايوه ازي حضرتك؟ ازيك يا مدام آية؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. كنت بسأل حضرتك ليه صوص الكراميل بيسكر؟ اقول لك من عينيا. اديني بس اخلص الحاجات بتاعت الحلقه دي واقول لك ليه بيسكر، لانه فعلا بيسكر بالناس كتير جدا. ومقدار السكر في البريوش قد ايه؟ 100 جرام. انا هعيد البريوش تاني من عينيا الاثنين. هعيد البريوش تاني في اخر جزء في الحلقه ان شاء الله. بس لو سمحتي ما تنسيش صوص الكراميل ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. هنعمل دلوقتي رنجه مطبوخه. في ناس بتحب تطبخ الرنجه، بتحب طعمها مطبوخ، زياده في الاحتياطي ان هم بيعقموها. فهنعمل طريقه للرنجه المطبوخه. هستعمل حبتين بطاطس حبتين طماطم كبار مفرومين، هستعمل بصلتين، هستعمل حبتين فلفل رومي مكعبات، كيلو رنجه مفصصه، معلقتين كبار طحينه، وعصير ليمونتين. من تاني حبتين طماطم كبار مفرومين ناعم، بصلتين، حبتين فلفل رومي مكعبات، كيلو رنجه مفصصه، معلقتين طحينه، وعصير ليمونتين. هاجي احط شويه زيت، شويه زيت. يا جميله. جميله. الو. ايوه حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب انا عايزه اعمل طريقه كيكه عاديه. حاضر عينيا يا حبيبه قلبي، من عينيا الاثنين. البصل لغايه لما ريحته تطلع احط له الفلفل، الفلفل الملون. هي تقليبه يعني دقيقه. بعد كده الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي طريقتين بقى هنا، يا اما بخلي الطماطم تتسبك خالص، يا اما بخلي الطماطم زي الفلفل كده المكعبات، مجرد ان هي تشكشك، لانها كده كده هتقعد مع الرنجه حوالي 10 دقايق على النار. فعلشان كده انا ما بفضلش ان انا اسبكها في الاول، باجي احط
الرنجه اهي الفصوص زي ما هي، ما بقطعهاش. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مدام سماح. الو، الو، صباح الخير. صباح النور. ميرسي على اكلك الجميل ده كله. الله يخليكي يا قمر. انت قلت لنا كل حاجه، بس احنا عايزين بتخلي الرنجه ازاي؟ عينيا. لا مش هنسى، لسه المخرج بيقول لي ما قلتيش، هقولها اخر الحلقه ان شاء الله. يعني اوعي تختمي الحلقه من غير ما تقولي. عينيا عينيا يا حبيبه قلبي ان شاء الله. كده اهو، بصوا الرنجه بتبيض ازاي معايا وانا حطاها على النار. بعد كده اهو بجيب الطحينه والليمون اخليهم جنبي 10 دقايق وهحطهم. دلوقتي انا على ما تتخدع الرنجه مع الخضار دي وتتطبخ هروح لفاصل، ولما ارجع هحط عليهم الليمون والطحينه. هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا لكم من جديد. ده الفسيخ والرنجه اللي احنا عملناه النهارده. متهيألي عملنا تقريبا كل الحاجات عشان ما حدش يبقى نفسه في حاجه. وزي ما قلت لكم بليز خدوا بالكم وانتوا بتشتروا الفسيخ علشان ما يحصلش مشاكل وما تخافوش انكم تاكلوا الفسيخ، لان هو احنا بناكله من ايام الفراعنه دي، ما فيهاش اي مشكله خالص. بس خدوا بالكم انكم تاكلوا معاه خضار كتير. ليمون طبعا ننقعه في خل قبلها بيوم. كل الحاجات دي حاجات بسيطه بس هتفرق معاكي جدا جدا لغايه لما تيجي تاكليه. خلاص هنقول دلوقتي الحاجات اللي اتسالنا عليها. اول حاجه ازاي نخلي الرنجه. هي سهله جدا، انا بس هو للاسف ما عنديش سمكه معايا هنا اهو مش مخليه، كنت وريتها لكم. انت هتقصي الديل وهتقصي الراس وهتقصي السلسله بتاعه ظهر الرنجه، وبطرف ضفرك كده هتشيلي الجلد، هتلاقيه طلع معاكي بسهوله بسهوله تماما. يبقى انت قصي الديل وقصي الراس وقصي السلسله اللي فوق اللي على الظهر هنا اهو، قصيها مع الراس والديل وانتشي كده الجلد بتاع الرنجه، هتلاقيه طلع معاكي بسهوله. هتلاقي الرنجه احلى كتير، اطرى وملحها اقل بكتير جدا انك تعمليها على النار، لان زي ما قلت لك النار بتخلي النسيج الرنجه ينضم فينشف وتملح اكتر، انه بيبخر الميه اللي جواها، فالملح بيزيد جوه الرنجه فبتبقى مالحه. الناس اللي عندها ضغط مش لازم تاكل الملح كتير، خدوا بالكم. وبعدين مش كل الناس بتحب الحاجه مالحه قوي، الرنجه لما بتبقى طريه كده وملحها قليل بتبقى احلى كتير. تلوين البيض. تلوين البيض عندنا مواد طبيعيه كتير جدا احنا ممكن نلون بيها البيض. اول حاجه الكركديه. الكركديه بيديني لون مزرق شويه كده حلو، ان انا اغلي البيض مع كركديه. ممكن اغليه مع قشر بصل هيديني لون بني، ممكن اغليه مع كركم هيديني لون اصفر، ممكن اغليه مع قشر برتقال هيديني لون اورنج، ممكن اغليه مع الكرنب الاحمر بتاع السلطه هيديني لون ازرق زاهي، ممكن اغليه مع سبانخ هيديني لون اخضر. كل دي اختيارات ليكي للالوان، كلها تديني الوان طبيعيه ما فيهاش اي مضار. او استعمل الوان الجل اللي هي الغاليه دي، بس حرام لان اللون غالي وعشان احطه في الميه هياخد مني كميه كبيره. فالطرق دي طرق طبيعيه زي ما قلنا، كركديه، قشر بصل، قشر برتقال، كرنب احمر بتاع السلطه، سبانخ، قشر البصل. كل الحاجات دي مواد طبيعيه ممكن تحطيها مع البيض وانت بتسلقيه يديكي اللون اللي انت عايزاه. ايه تاني اتسالنا؟ الكيكه. الكيكه العاديه، بصي هقول لك على كيكه حلوه قوي. اضربي في الخلاط 4 بيضات مع كوبايه ونص سكر وكوبايه سمنه، اضربيهم كويس جدا وفانيليا، خلاص يتضربوا كويس لغايه لما يبقى عامل زي الكريمه كده. بعدين اطفي الخلاط او اطفي العجانه او اطفي المضرب البيض بتاعك، وحطي 2.5 كوباية دقيق وكوبايه لبن بالتبادل، وبالمعلقه الخشب قلبيها مع معلقه كبيره بيكنج باودر. يبقى الاول هنضرب 4 بيضات، 1.5 كوباية سكر، كوبايه سمنه، فانيليا، تضربيهم كويس جدا لغايه لما يبقوا زي الكريمه. اطفي الخلاط واقلب 2.5 كوباية دقيق يكون منخول مع من 3/4 لكوبايه لبن، وبالمعلقه الخشب اقلب اللبن والدقيق مع الخليط بتاع الكيكه ومعلقه كبيره بيكنج باودر. بعدين احطها في صينيه مدهونه وادخلها الفرن ساعه الا ربع ساعه ل 10 دقايق، هتطلع معاكي احلى كيكه ان شاء الله زي الفل. يا هنا، هنا؟ ايوه ايوه حبيبي، وطي التلفزيون. نعم. ايوه حبيبتي. عايزه ايه؟ ها يا هنا؟ انا عايزه اسال ايه؟
عايزة أسأل على الأطفال بياكلوا فسيخ ورنجة. الاطفال بياكلوا فسيخ ورنجة. هقول لك حاجه مهمه. برافو يا هنا، سؤالك كويس جدا وحلو جدا. بصي يا ستي، الاطفال لازم ياكلوا حاجات قليله جدا جدا جدا. الاطفال تاكل رنجة لو الفسيخ اخترناه زي ما قلنا بالمواصفات اللي انا قلتها وعملته بخل من قبلها بيوم، ممكن ناخد ساندوتش صغنن ربع رغيف، مش اكتر من كده، سواء الرنجة وسواء الفسيخ. اكتر من ربع رغيف في حته منهم لو سمحتي مفيش داعي. لغايه 12 سنه لازم نقلل قدر الامكان علشان ما يحصلناش بس مشاكل من الملح، ما يحصلناش مشاكل من اي حاجه. جسم الطفل ما بيقاومش، جسم الطفل بيبقى ضعيف ومعرض انه يتفاعل مع اي بكتيريا. الرنجه المطبوخه ممكن تاكلي منها عادي، ما فيش مشكله. خلاص. في ايه تاني؟ البريوش، احنا نسينا نعيد البريوش. البريوش بتاعنا مقاديره: نص كيلو دقيق، 200 مللي ميه دافيه، 25 جرام خميره، 25 جرام يعني معلقتين ونص كبار خميره، 100 جرام سكر، 50 جرام زبده طريه، 3 بيضات، بشر ليمونه، بشر برتقانه، 5 معالق دقيق للخميره، معلقتين زبيب، ده اختياري. للوش بتاعنا بحط 4 بيضات ملونه لو انا هعمل بريوشه كبيره زي اللي احنا عاملينها دي بالمقدار كله، وهستعمل بيضه لدهن الوش. ممكن تحطي سمسم على الوش، ممكن تحطي حبه بركه، ممكن تحطي زبيب على الوش تاني، ممكن تحطي سكر مجروش، سكر خشن على الوش، اللي انت عايزاه. هعمله ازاي البريوش؟ هجيب ال 100 مللي ميه دافيه، ميه دافيه قوي، هدوب فيها 5 معالق دقيق الخميره بتاعتي، ادوبهم كويس واغطيها بفوطه واسيبها في مكان دافي تخمر لغايه لما تزيد وترتفع. بعد كده اهو اروح حاطه عليها السكر والزبده والثلاث بيضات وبشر الليمونه وبشر البرتقانه واقلبها كويس، واحطها يا اما اعجنها على ايدي مش اقل من ربع ساعه تتعجن، يا اما احطها في العجانه من 5 ل 10 دقائق، احط الدقيق على مرتين واعجن كويس. بعد كده بشكلها بالشكل اللي انا عايزاه. احنا عملنا ضفيره، عملناها الشكل البريوش الكلاسيك، الشكل اللي انت عايزاه، وتسيبيها 3 ساعات تخمر في الصينيه اللي انت هتخبزيها فيها او في القالب اللي هتحطيه فيها. لو انا حطاها في قالب خدي بالك تبقى واصله لربع او تلت القالب بس، لان هي ما شاء الله هتلاقيها في ال3 ساعات دي بقت ارتفاع جبل. خدي بالك من النقطه دي علشان ما تفرش منك وتبوظ. والصينيه كمان احطها اكبر من مقاس البريوشه كويس علشان بتنفش، بتبقى ما شاء الله كبيره قويه يعني، فخدوا بالكم من النقطه دي. صوص الكراميل، صوص الكراميل بيسكر معاكي لان السكر اكيد قلبتيه وانتي بتحرقي السكر فالسكر وانتي بتحرقيه ما تقلبيش، بتحركي الطاسه كده شويه صغيرين لغايه لما يدوب. لما يبتدي يدوب خلاص وابتدى يغلي، ابتدي قلبيه كويس وحطي له الزبده الاول وبعد كده الكريمه. ما تحطيش الكريمه قبل الزبده علشان يدوب ويندمج مع الزبده، بعد كده الكريمه او اللبن، وقلبي كويس جدا. هقول لك على حاجه كمان ممكن تخليه يفك معاكي حلو قوي. بعد ما تحطي الكريمه وتقلبيها، روحي منزلاه في الخلاط وضربه في الخلاط، اضربيه، هيبقى معاكي ناعم وسموث جدا، ولا يحتاج يتصفى ولا يحتاج اي حاجه، ومش هيسكر معاكي. معانا وقت يا مجدي الحاجه؟ طب ممكن نعيد مقادير الحاجه بس بسرعه، او اعيد في الفسيخ على الاقل، بس اقول ان انا بخليه. الفسيخ بجيبه بخليه وقبلها بيوم، ولازم يتحط على الاقل 24 ساعه في كوبايه خل و3 4 معالق زيت، واغطيه علشان ما يبقالوش اي ريحه خالص. يعني لما تيجي تاكليه مش هتلاقي له اي ريحه خالص، بس بختار الفسيخ كويس. وبعد كده اهو بصفيه كويس من الخل والزيت اللي انا حطاهم فيه. ما استعملش الخل ده، الخل ده هرميه، واستعمل بقى الحاجات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. احنا هستعمل له نص كوبايه زيت، نص كوبايه عصير ليمون، ربع كوبايه خل، بخلطهم مع بعض، بحط شطه، بحط فلفل اسود، وبحط كمون، وبحطهم على الفسيخ، اقلبه معاهم كويس. وهستعمل له كيلو الفسيخ 3 حبات فلفل الوان مكعبات، وجزره مبشوره، وحزمه بصل اخضر، وقرن فلفل حراق. الرنجه ما بتحطلهاش كمون هتصفر، الرنجه ما بتحطلهاش جزر، الجزر بيبقى حلو مع الفسيخ. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم وتكونوا استفدتوا من الوصفات اللي احنا قلناها. انا حاولت قدر الامكان ان انا اجمع حاجات كتير علشان يوم شم النسيم ان شاء الله تبقى الحاجات حلوه عندكم. انا معاكم يوم شم النسيم، هنعمل توطايه حلوه جدا جدا ان شاء الله عشان شم النسيم. معاكم من الاثنين ان شاء الله لغايه اخر الاسبوع، وتكون وصفات النهارده حلوه. اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه ومسيحيين مصر بخير.
عيد القيامه المجيد يوم الاحد قبل ما اطلع معاكم، فمن دلوقتي نقول لهم كل سنه وانتم طيبين.